في ناس ما اختفتش وكمان ما ماتتش، بس صحيت يوم ولقيت إن حياتها مش حياتها. أنا مش بحكي لك قصة، أنا بس بسألك، عمرك حسيت إنك مش في المكان اللي المفروض تكون فيه؟ سنة 2006 راجل عادي صحي الصبح، لبس، نزل الشغل ورجع البيت. بس وهو واقف قدام باب شقته حصل شيء غريب جدا. المفتاح مركبش، الاسم على الباب مش اسمه، والست اللي فتحت قالت له: حضرتك أكيد غلطان في العنوان. الراجل ده ما كانش مجنون وما كانش بيهلوس، والكلام دوت موثق فعلا. بس السؤال بقى هنا، ازاي إنسان يعيش يوم طبيعي ويرجع يلاقي حياته اتمسحت؟ علم النفس هنا قال إن دي حالة نادرة، وإن الإنسان ممكن ينسى هويته، يعيش حياة جديدة ويتعامل طبيعي جدا من غير صدمة واضحة ومن غير جنون. العقل أحيانا بيقفل باب ويسكن في بيت تاني. وفي كمان حالة موثقة سنة 1887، راجل في فرنسا صحي بس ناسي اسمه وشخصيته وحياته، وفاكر اللغة والمهارة، أي مهارة اتعلمها ولغته. هنا دكتور ريبو كتب أول وصف علمي إن الإنسان ممكن يفقد نفسه مش ذاكرته بس. ومن هنا العلم اكتشف إن الذاكرة مش مجرد درج واحد، دي بيوت جوه العقل. فلو هويتك ممكن تختفي في لحظة، مين انت من غير ذكرياتك؟ وهل احنا عبارة عن ذكريات، قرارات، ولا قصص بنكررها لنفسنا؟ الفلسفة بتقول الإنسان هو القصة اللي بيحكيها عن نفسه. طيب لو القصة اتغيرت؟ في شخص بعد ما رجعت له ذاكرته قال جملة واحدة: أكتر حاجة وجعتني مش إني نسيت نفسي، لكن إني افتكرت كل اللي ما قلتوش. يمكن إحنا مش خايفين ننسى، إحنا بس خايفين نفتكر متأخر. ودي كانت بداية القصة.